السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى بنات وستات في الدنيا؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انا سارة من قناة وصفة من القلب. لو اول مرة تشوفوني يا ريت تدعموني بلايك واشتراك وتنضموا لاسرتنا الجميلة وتبقوا جزء من اخواتنا. آه، طبعا الايام الجاية دي ايام كلها اعياد ميلاد وراس السنة وحاجات جميلة كده ومناسبات جميلة، يا رب كتر مناسباتنا الحلوة دايما يا رب. عشان كده فكرت ان انا اعمل تورتة حلوة عشان اي حد عيد ميلاده، وكمان اللي عايزين يحتفلوا براس السنة بطريقة سهلة وبسيطة اي ام واي ست بيت تقدر تعملها. كمان عشان انا عندي والدتي وبنتي عيد ميلادهم في شهر واحد، ودول اغلى ناس على قلبي. ربنا يخليهم لي ويخلي لكم حبايبكم كلكم. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله. المقادير معايا 5 بيضات وكوبايتين دقيق عادي خالص، وكوباية سكر، برضو سكر عادي مش ناعم ولا حاجة، نص كوباية مية باردة، وحوالي 3 معالق كبار من النشا، و100 جرام من المحسن الجل ممكن نستغنى عنه ونحط مكانه بيضة كمان، ومعلقة خل ومعلقة بيكنج باودر وباكو فانيليا ورشة ملح. انا حبيت استخدم كل المقادير بتاعتي بالمج العادي، مج الشاي اللي موجود في كل بيت، عشان تبقى الطريقة سهلة ما نحتاجش نوزن. في الطريقة دي الكيك ده للأسف مش هنعرف نستخدم المضرب اليدوي، ممكن يا إما مضرب كهرباء أو عجان. أول حاجة حطيت السكر والمية مع بعض، عشان السكر خشن اديتهم كده ضربتين عشان السكر يدوب معايا. بعد كده هضيف كل المقادير دي تقدر تعمل لنا صينية مقاس 22 ونقدر نقطعها ل4 طبقات، أو مقاس 24 ونقدر نقطعها ل3 طبقات. لو هنعمل قالب أكبر هنضاعف الكميات. هحط كل المقادير معايا، احط البيض على السكر طبعا من الميه اللي احنا ضربناهم مع بعض دوبناهم شويه مع بعض، وانزل بالدقيق، واحط بقى على الدقيق ده المكونات الجافه بتاعتي. احط عليه النشا والبيكنج باودر والفانيليا، واحط كمان معلقه المحسن الجل ومعلقه الخل ورشه ملح صغيره يا جماعه. وهسيب كل المكونات بتاعتي دي تضرب مع بعض كده في الميكسر او في المضرب الكهربائي المتاح عندي. خطوة مهمة اني ما اوقفش عليها خالص، يعني من اول ما اشتغل لحد ما اخلص ضرب مش هفصل خالص. هضرب لمدة 10 دقايق متواصل لو هو عجان، و15 دقيقة لو مضرب كهربائي. انا عملت هنا خليطين، واحد بالفانيليا وواحد بالشوكولاتة، علشان هعمل التورتة بتاعتي نص ونص. بعد ما انزل الخليط، خطوة مهمة ان انا اضرب كده الصينية او الصاج بتاعي كويس، علشان ما يبقاش فيها فقاعات. وبعدين هسويها على درجة حرارة 180 في رف اوسط. هشغل تحت بس لمدة من 35 ل40 دقيقة على حسب الفرن بتاعك. انا هنا اخدت مقاس القالب بتاعي وقطعت وقصيت. هنبدأ نعمل صوص الجناش بتاعنا. حطيت صوص الجناش بتاعي عبارة عن كوباية من الحليب، عليه 3 معالق من الكريم شانتيه الخام، وكمان معايا 200 جرام من الشوكولاتة الدارك او شوكولاتة بحليب على حسب ما تحبي. انا هنا استخدمت دريم. على نار هادية جدا هحط الحليب بعد ما ادوب فيه كريم جانتيه، وانزل بعد كده بالشوكولاتة وافضل اقلب كده بالراحة خالص لحد ما يدوب. بعد ما يدوب هحط فيه مكعب من الزبدة واصفيه بالمصفى عشان لو فيه اي تكتلات. هنا الكيك عندي سبته لتاني يوم، وبعدين بدأت اشتغل فيه. هنبدأ الاول ناخد مقاس القالب زي ما احنا خدنا كده، اللي هي القاعدة اللي هحطه عليها، واقشر الوش. وبعد ما اقشر الوش هقلبه واقشر الظهر. انا هنا حبيت اعمله في صاج مفرود علشان اقسمها لطبقتين بس، ما اقسمهاش ل4 طبقات. لو انت هتعمليها مثلا مدورة ممكن تعمليها في صينية مدورة وتقسميها على 4 طبقات. على فكرة الصاج ده اخد مقدارين، يعني اخد المقادير دي مرتين. بعد ما قشرت الوش والظهر هشيل الحروف، واتأكد من المقاس القاعدة تكون الكيك اصغر منه شوية. هاخدها كده بالورب، هقسمها كده بالورب، بقت معايا كده طبقتين. كل طبقة من دي طبعا هتبقى تخينة شوية، مش هينفع اعملها طبقة واحدة، فهقسمها لطبقتين. يعني شايفين هنا مع بعض السمك بتاعها تخين قوي، فمش هينفع ان هي تكون طبقة واحدة بس. اقسم بالراحة كده، هاخد علامة من جنب، وبعدين بالسكينة اللي هي الطرنش المشرشرة دي
اكون احاول اقسمها لطبقتين قد بعض. على فكرة مفيش اي مشكلة لو الطبقة منك اتقطعت شوية، هنشوف دلوقتي لو اتقطعت منك هنعمل فيها ايه، ومش هتبان خالص في التورته ومش هيحصل اي حاجه. لو عندك منشار طبعا هيكون اسهل جدا عليكي. المنشار بتاع التورت والكيك ده بيكون سهل جدا في التقطيع. ما عندكيش زي كده استخدمي الطرنش عادي، بس انتبهي وانتي بتقطعي ان ايديكي ما تعملش يعني ما تحوتش منك شويه. وبرضو هنشوف لو اتقطع منك هنعمل ايه. هنا قسمت كل طبقه منهم لطبقتين، فبقى عندي 4 طبقات. هعمل في الكيكه الشوكولاته نفس بالظبط ما عملت في الكريمه. هاخد مقاس القالب واقطع الوش والظهر، وبعدين اقسمها لجزئين بالورب، وكل جزء هقطعه لطبقتين، ونشيل طبعا الحروف. بعد كده هنبدأ نعمل الكريمة بتاعتنا. ومكونات الكريمة بتاعتنا على فكرة سهلة خالص، هي كريم شانتيه او كريمة حلويات اللي تحبيه يعني. انا بستخدمت هنا كريم شانتيه. وعلى فكرة الكريم شانتيه لو ضربتيه بلبن حليب هيبقى طعمه حلو جدا زي الكريمة واوفر. المقدار بتاع الكريم شانتيه 3 كوب. انا عملت 3 كوبايات من كريم شانتيه، عليه كوباية من السكر، وعليه كمان كوباية ونص من الحليب. وبعدين بنبدأ كده. الحليب يكون يا جماعة بارد، ويكون يا ريت يكون فيه قطعة من التلج، يعني يكون قرب يتجمد. وبعدين هنضرب، وممكن شوية نحتاج نزود الحليب او نقلله على حسب نوع الكريم شانتيه بتاعك. اهم حاجة ان القوام يكون زي ما احنا شفناه كده، عامل زي اللي هو المنقار ده. هحط اول حاجة شوية كريمة في الارضية. انا عملت نفس المقدار ده، 1 كريمة و1 كاكاو. هنحط شوية كريم شانتيه في الارضية، وهنحط النص فانيليا ونص كاكاو. هنا بقى معايا السيرب اللي هو يكون محفوظ فيه الكمبوت الاناناس او الخوخ. لو مش موجود عندي ممكن استبدله بشربات خفيف اللي هو مية وسكر وعصرة ليمونة. هحط شوية على الجزء اللي هو الكاكاو كريمة كاكاو، وعلى الجزء الفانيليا كريمة عادية سادة. وهكون مقطعة هنا حتت من الفراولة، هحطها مع على الفانيليا. وعلى الجزء الشوكولاتة هحط بندق محمص مطحون. البندق بيكون حلو قوي مع الشوكولاتة، بيكون الاتنين مع بعض بيعملوا ميكس حلو. طبعا انت ممكن تحطي الحشوات المتاحة عندك اللي انت حابة تحطيه. يعني مثلا لو عندك شوية فراولة مقطعين، مانجا، كمبوت مثلا انت قطعتيه شرايح واتبقى منك قطع كده، مش هينفع نزين بيها على الوش، ماشي. شوية بندق تمام، لوز اوكي، سوداني ماشي. مش عايزة تحطي حشوات خالص عادي مفيش مشكلة. زي ما احنا شفنا هنا كده انا عندي طبقة كيكة اهي مقطوعة من الحرف، حطيتها عادي جدا وكملت الكيك. وبعدين لما احط عليها الكريمة هتلزق في بعضها مش هيحصل اي حاجة. بس الافضل لو انت عندك كيك اتقطعت منك خليها في النص، يعني خلي الطبقة اللي تحت والطبقة اللي فوق يكونوا سلام مفهومش فيهم مشاكل. برضو هنضيف عادي برضو كريمة بتاعتنا شوكولاتة وكيك والكريمة العادية. انا حطيت في الطبقة دي خوخ اللي هو الكمبوت مقطع، وشوية من شوكولات شيبس. برضو ليكي حرية الاختيار. ومع كل طبقة كيك لازم هنشربها طبعا بالشربات بتاعنا او السيرب بتاع الكمبوت. وهحط اخر طبقة من الكريمة والشوكولاتة. وبعدين احاول ان انا اساوي كده. احنا طبعا عشان في الشتاء انا قطعت على طول. لو احنا في الصيف او الكريمة بتاعتك مش ماسكة نفسها كويس، ياريت تريحي الكيكة في التلاجة نص ساعة. بعدين هبدأ اقطع الحروف كده عشان لو في اي زيادات. طبعا الحروف دي ما بتترميش، دي بتتاكل قبل التورته نفسها. انا معايا هنا يا جماعه ده على فكره مش جاهز ولا حاجه، ده غطا علبه حلاوه انا قطعته وعملته كده ان انا اسوي بيه الكريمه. يعني اي غطا بلاستيك عندك ممكن تقطعيه وتسوي بيه عادي جدا، مش لازم تشتري ادوات. يعني احنا مش حلوانيه ولا احنا بنعمل شغل، احنا بنعمل في بيتنا. فمش معنى ان احنا نعمل في بيتنا لازم نجيب بقى 1000 اداة و1000 حاجة علشان نبدأ نظبط بيها الشغل. المتاح عندك استخدميه. فانا هنا جبت الغطا ده وقصيت حرفه وبقيت اسوي بيه عادي. ولو مش موجود الغطا ممكن لو انت عندك مثلا سباتيولا او اي سكينة اي حاجة سوي بيها. حاولي تساوي بالشكل اللي يعجبك وعلى قد ما تقدري. في الاخر اصلا لما نحط الطبقة اللي هو الزينة اللي على الوش دي، كل ده هيتدارى مش هيبان فيه حاجة.
بس كده تمام على قد ما نقدر. هاخد بقى جناش الشوكولاته هحطه في كيس تلاجة عادي جدا، اي كيس تلاجة، وهبدأ اوزعه كده على الجزء اللي هو بالشوكولاته، واعمل دريبات كده من على الحروف على اساس ان هي تنزل على الجناب كده وتعمل شكل كويس. زي ما احنا شايفين، على فكرة سهلة خالص مفيش فيها اي مشكلة. احنا بس هنحطه في كيس تلاجة وهنخرمه خرم صغير، وهنبدأ رايحين جايين كده بالجناش. هتلاقيه بيتوزع بمنتهى السهولة. اهم حاجة ان الجناش ده يكون بدرجة حرارة الغرفة، ما يكونش سخن ولا يكون بارد، لانه طبعا لو سخن هياخد الكريمة دي وهيسيح وهيقع، ولو بارد مش هيتفرد معاكي. تمام زي كده زي ما احنا شايفين كده. سيبته بس يهدى شوية، وبعدين جبت الكريم شانتيه العادي بتاعي حطيته في كيس حلواني، واي اي تيوب عندك اللي هو اي قمع يعني بتاع النجمة الوردة اي حاجة، وبدأ يعملي كده ايه شكل بس بالكريم شانتيه. انا عملت على الحروف كده زي ما احنا شايفين، بقيت اروح واجي كده بس. يعني الموضوع سهل جدا يا جماعة بمنتهى البساطة، مش محتاج شغل كتير، والله العظيم هتطلع جميلة جدا وهتعجبك وهتعجب اولادك، ومش هتتعبي منها في حاجة. بالعكس شوفوا تورتة زي دي مثلا، مقاسها كبير، مقاس كانت دي مقاسها 40 في 40، لو جبناها جاهزة هتكلف كام؟ لو جبتيها جاهزة مش هتبقى اقل من 400 جنيه، وممكن كمان اكتر. لكن شوفي انتي لو عملتيها في البيت هتعمليها تقريبا باقل من نص تمنها، وهتبقى في الاخر مش هتبقى بره زي ما انتي عاملاها. انا عندي شويه من كريمه الحليب كده، حطيتها برضو في كيس حلواني، وعملت فيها وردات صغيره كده على الجزء بتاع الشوكولاته. وبرضو كان عندي اللي هو الكور دي الملونه، بيكون في منها الوان كتير، في ذهبي وفضي وبرونزي وكل الالوان. فانا كان عندي صراحه فضي فاستخدمته برضو، وعملت فيه تدي شكل كده معايا وتملى معايا المكان. حطيت فراولة من على الحروف. الفراولة دي سهلة جدا تقطيعها، انتي بتجيبي الفراولاية بتقطعيها شرايط كده، وبعدين بتضغطي عليها ضغطة بتفرد معاكي بالشكل ده. واي نوع شوكولاتة عندك بقى تقدري تستخدميه، اي نوع اللي انتي حباه. ممكن تسيبيه كده خالص، يعني ممكن تعملي فيه وردات بالكريم شانتيه بس كده وخلاص، ولو عندك فراولاية او فراوليتين تحطيها كده على الحروف وبس. هنا بقى هنبدأ في الجزء الكريمة. انا كان عندي كومبوت خوخ قطعته شرايح كده زي ما احنا شايفين، بدأت بيه من الحروف، وبقيت احط واحدة فوق واحدة كده، وبعد كده كملت معاه بعد منه صف من الفراولة برضو قطعتها شرايح. على فكرة الالوان دي مع بعضها بتبقى شكلها حلو قوي. واخر صف معايا حطيت كمان كيوي. حاول بس ان الشرايح معايا تكون مش تخينة قوي علشان ما تبقاش عالية قوي عن التورتة، يبقى شكلها مش حلو. وبعدين حطيت تفاح اصفر. وبرضو الزينة دي او التوبنج ده بالشكل اللي يعجبك، المتاح عندك في بيتك، شوفي عندك ايه واستخدميه. كان عندي هنا مانجا، دي مانجا عادية خالص كانت موجودة عندي لسه فريش، مش مجمدة ولا حاجة. اخدت منها قطعة كده وقطعتها زي ما احنا شايفين كده، وقلبتها فبقت عاملة معايا شكل المربعات دي. وجبت 2 كيوي كده قطعتهم برضو اللي هو 7 و8، وعملتهم من الجنب. طريقة التفاح دي هنشوفها مع بعض من دلوقتي. انا باخد ربع تفاحة، وبعدين كده من كل جنب هنقطع كده والجزء المقابل لها، وبعدين نطلع فوق منها شوية نقطع برضو الجزء المقابل لها، 3 قطعات. ازقها كده معايا من تحت لفوق هتلاقيها طلعت معانا بالشكل ده بمنتهى البساطة. عملت 3 وحطيت في كل ركن واحدة على اساس ان هي شكل مثلث. بعدين لقيت معايا جزئين كده فاضيين، فقطعت برضو فراولتين وحطيتهم، والاجزاء اللي باقيه معايا حطيت فيهم كيوي. التوبينج والشكل شوفي انتي حابه تحطي ازاي او تعملي ازاي، هيطلع طبعا ذوقك، مفيش احلى من كده. جيت بقى كده من على الجوانب من تحت، بقيت احط حته كيوي وحته فراوله ازين بيهم بس الجناب. ومن ناحيه الشوكولاته بقيت اعمل من تحت كده وردات باللي هي مربى الحليب. وعلى فكره احنا كنا عاملين في القناه قبل كده صوص الكراميل. صوص الكراميل ده لو سيبتيه يتقل شويه هيديكي معاكي مربى الحليب دي. بس كده وتمام، بقت جاهزه معايا، شكلها خطير جدا. جيت طبعا هنا على الفاكهة عشان لو قعدت معايا يوم او يومين ما تتبلش او لونها يغير. جبت الجل التلميع اللي هو جل على البارد، ووزعت عليها كده، بس دهنتها بفرشة كده من فوق من جوانب، لحد ما حسيت ان الفاكهة اللي عندي كلها اتغطت وبقت
بتلمع شوية عندي كده. كده بقى قعديها معاكي في التلاجة يوم، يومين، 3، 4، مش هيحصل لها اي حاجة خالص. طبعا شكلها حلو جدا بالنسبة لتورتة معمولة في البيت. يعني احنا مش حلوانية ولا بنعمل حاجة ان احنا مثلا بنبيعها او كده، بس بالنسبة ان انتي لو عملتي التورتة دي لولادك في اي حفلة، اعتقد ان هي هتعجبهم جدا وهتشرفك. مش شكل بس، كمان طعمها والله يا جماعة خطير خطير خطير. حلوة جدا، مكلفة. انتي اصلا لو جبتيها من بره مش هتكون مكلفة وفيها كل الحاجات دي. ما شاء الله، اللهم صل على النبي، شكلها وطعمها بسم الله ما شاء الله خطير جدا، وما كلفتكيش نص تمنها. واعتقد لو انتي مثلا عندك حفلة وعملتيها هتشرفك جدا قدام اي حد، ومحدش هياخد باله اصلا ان هي معمولة في البيت. كمان هنشوف الطبقات بتاعتها دلوقتي عاملة ازاي، رغم ان هي كانت من جوه فيها قطع طبقات من الكيك اتقطعت، لكن مش باينة خالص ومحدش هيحس بيها ولا هتشوفيها. وهتلاقي كل طبقاتها قد بعضها والكيك بتاعها قد بعضها، ومفيش فيه اي غلط. يعني شوفوا هنا انا قطعت منها قطعة كبيرة عشان نشوف الابيض والشوكولاتة عاملين ازاي. اهي شايفة القطعة ما شاء الله ماسكة نفسها، ما وقعتش، ما بتتفكش، ما بتتفككش. طبقاتها كلها تقريبا قد بعضها، الكيك والكريمة متوزعين كويس. يا رب تكون وصفتنا النهاردة عجبتكم، ولو كملتوا معانا لحد دلوقتي ما تنسوش تاني يا جماعة اللايك والاشتراك وانكم ترفعوا الفيديو. ويا رب اتمنى انكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم تحت في الكومنتات. شكرا يا حبايبي.